السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي معانا النهارده يا جماعه ما هنعمل مع بعض صينيه القراميط في الفرن او صينيه السمك في الفرن، ودي من الاكلات الشتويه المحببه قوي في الشتاء. لو انت حابه تشوفيها او تشوف الطريقه تابع معايا الفيديو. ما شاء الله، ده القرموط اللي معايا هنمسكه ننضفه كويس واحطه في محلول النقع زي ما احنا متعودين. معايا ليمونه، معايا شويه ملح، وبحط القرموط فيه لما ينزل الزفاره اللي فيه خالص. في الوقت ده يا جماعه انا بعمل التسبيكه بتاعته، بركنه وبعمل التسبيكه. معايا كميه محترمه من البصل وبقطعها ترنشات عادي او مكعبات زي ما تحبي، وبديها تشويحه، وبنزل بربع كوبايه من الزيت. انا مش بكتر زيت كتير لان انا بعمل حساب ان انا لسه هحمر السمك والقراميط، عشان الاكل ما يكونش فيه دسامه كتير. ما شاء الله، هديها تشويحتين 3 لما البصل يدبل معايا. انا مش بحمر البصل بتاع السمك قوي يا جماعه، بتاع الطاجن ده مش بحمره قوي. خلاص، هي البصل يعتبر يعني اخدت اللون اللي انا عايزاه، وصلت اللون اللي انا عايزاه. هنزل بكميه الطماطم اللي معايا. اهم حاجه في الوصفه دي اني انا اسوي التسبيكه كويس او البصل كويس. معايا راس توم مقطعاها، مش بقطعها ناعم، يعني بتكون مماثله للبصل، تكون شبه البصل كده. معايا ملح، ومعايا نص معلقه فلفل اسود، ومعايا معلقه كبيره من الكمون. يلا نشوف السمك اللي معانا. شايفين ما شاء الله، انا غسلته مره واتنين وتلاته، وعملت له محلول زي ما احنا اتفقنا بالليمون. هو خلاص كده، هبدره بقى بالدقيق وابدا احمره. ما شاء الله، شايفين يا جماعه؟ اتغسل غسله كويسه. هبدره بقى في الدقيق وابدا انزل بالزيت، انزل فيه بالزيت. ده سمك، وده القراميط اللي انا عملتها معاكم ومقطعاها. خلاص ما شاء الله، وانا كده حمرت السمك وحمرت القراميط. بس التسبيكه لا، انا هديت عليها النار يا جماعه عشان تستوي كويس. لو انت اول مره تشوفيني يا ريت ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. هنزل بالتسبيكه خلاص وادخله الفرن، بشغل عليه الفرن وبشغل عليه الشوايه. انا عملت مع صينيه السمك، صينيه الرز المعمر دي. ما شاء الله، شايفين؟ يا رب فيديوهاتي تكون خفيفه على قلوبكم يا جماعه. ده صينيه السمك ودي صينيه القراميط. تنسناش باللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.